بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين. الوصفة تاع اليوم طلبوها مني المشتركات تاعي، مقروط المقلة بالغرس. هي تقدروا ديروه يعني باللوز ولا بالكاوكاو، ونديروا معاكم واحد التتبيره ما يخليهش كامل ينحل لكم في المقله وما يشرب لكمش الزيت، يعني الزيت كيما ديريه كيما يقعد. وثاني ندير معكم يعني ونقول لكم ثاني كيفاه تحسبوا المقروط. نبداو على بركة الله. عندي هنايا عندي سميد، هنايا سميد نصف خاشن. درت 4 عبار تاع سميد، ونزيد معاهم بنفس العبار هذاك نعبر به السمن ونزيد معاها شويه تاع الزيت. انا دائما يسقسوني السميد اللي تخدمي به ولا الفارينه، ولا انا درت سميد عمور. تقدروا تخدموا اي سميد عندكم، يعني مش شرط هذا السميد. وندير معاها ثاني شويه تاع الملح، يعني ديروا كميه مليحه باش يجيكم المقروط يجيكم بنين. كنا يعني ديروش الملح فيه يجيكم صامت. يعني الوصفه التقليديه هذه هي هكا شيء برك زدت فيها واحد التدبيره باه ما المقروط ما ينحلكمش. يعني درت كميه مليحه تاع الملح، وهنا السمن راني مذوباته يعني وبارد. والسمن درت سمن تاع المدينه كيما شفتوا، يعني 4 عبار جاوني كيلو تاع سميد. والسمن راني ذوبته وقلت لكم يعني وبارد، وزدت له شويه تاع الزيت. السمن جاني 250 غرام تاع سمن، وزدت معاه قلت لكم شويه تاع زيت، ونحبكم مليح حتى يشمخ كامل هذاك السميد. يعني الطريقه المليحه يعني في هذا بتحسبوا لي يعني الحلويات وكامل. يعني مغرف تاع هنا بما ما نروحكمش لاخر الفيديو، زدت مغرف تاع فارينه. قلت لكم حسبوا يعني المقادير تاع المقروط ولا اي حلوه. انا يا سميد جاني 13000. السمن شريت بطاطا 500 غرام دي 46000. والحسيله خدمتها انا في الدار، درت 2 كيلو تاع سكر خدمتهم حسيله. 2 كيلو تاع سكر جاني ب20000. ولا قلت لكم السمن 46. ولي كيسات جاوني 4000 مع لوغونزا جاتني 13000. والغرس انا الحق الغرس جبته لي احلى بنتي. الغرس نظن يدير ما على باليش وقيلا يدير 18000 وقيلا يدير الغرس. يعني الغرس المليحه هذا ما فيه لا يعني لا علفه لا والو، يجي معسل يجي هايل. دوك كامل نديرو حرابيش وزدت معاهم ثاني الزيت ب15000 هذه 3 زيت. ومن بعد نحسب المقادير تاعي شحال خرجوا، يعني شحال جاو دراهم. انا نقولوا مثلا خرجوا لي 109000. نزيد معاهم يعني العلبه اللي ندير فيها يعني المقروط نقولوا 5000. وتحسبي حق الطياب 20000. والمجموع كامل كنيا جاني 268. نقسمها على الكميه تاع المقروط. انا المقروط قلت لكم جاني 35، نقسموها على 35 خرجت لي 7000 ونص. يعني تحسبوا المقروط 7000 ونص، يعني ما فيش حتى تزيينه، يعني مقروط جاي هكاك يعني تاع زمان. واذا درتي يعني زدتوا مكسرات يعني زينتوا بها المقروط، درتوه بالطابع ولا درتوه شكل واحد اخر، ولا يعني حسبوا يعني المكسرات اللي ديروهم. هنايا راني نشكل في التمر تاعي حرابيش باه يجيني يعني تجي الخدمه سهله كما راكم تشوفوا. يعني طريته وراني نشكل فيها يعني حربوش، ونحطهم على جهه وتجيني ثاني الخدمه سهله. وهذه هي يا ريت التدبيره اللي تخلي المقروط تاعك ما ينحلش. بياض بيضه، عندي هنايا بيضه ونزيد معاها المزهر. انا المزهر هنايا راني دايره ماء ومزهر ومركز تاع المزهر، يعني المزهر شتو راه يجي شويه خفيف يعني ريحته ماهوش قاطعه. نخلطها مليح ونفرخها فوق الدقيق تاعي. انا عندي هذا السميد يشرب الماء بزاف.
ندير غير بشويه ونخلط بصباح تيام، ما نعجنوش، ديروا غير بشويه حتى يشرب كامل هذاك المزهر. وما تنساوش خواتاتي بالدعاء لزوجي ان شاء الله ربي يرحمه ويغفر له. كما راكم تشوفوا راني ندير غير في المزهر غير بشويه ونخلط حتى نشوفوا يعني نقدر نشكله، يعني شدوا يعني كره تاع العجين هذاك زيروا عليها كي تشوفوها، يعني ما تنحللكمش، خلاص بداو شكلوا المقروطه تاعكم يعني والتشكيل شدوا غير شويه تاع هذا الخليط تاعنا، ديروا حربوش ونديروا حفره في الوسط ونديروا الحشوه تاعنا في الوسط، يعني تمر ولا اي حاجه عندكم، كاوكاو ولا ولا لوز، ولا نديروه في الوسط ونضغطوا عليها، خرجوا كامل هذاك الهواء، ومن بعد نديروا حربوش ونقطعوه قطعوه بالكوبات. وراني دايره الزيت يسخن، يعني المقروط اللي نشكلو نطيبه، ما خليهش يقعد يعني يستنى، يعني نشكل ونقلي. وراني دايره يعني عندي سخان، يعني دايره فيه الزيت، لازم كي ديروا المقروط يتغطى كامل المقروط تاعنا ونطيبوه على نار متوسطه. وتبغوا المقروط يطيب لكم شباب، طيبوه في مقله، ولا يعني عندكم رميطه تكون قديمه ثقيله طيبوه فيها. وكما راكم تشوفوا راني يعني معومه عليه الزيت من الفوق، لازم ما يبانش كامل من الفوق، وخلوه يطيب على نار متوسطه كما راكم تشوفوا. وهنا المقروط راهو يطيب، وراني مجدة الحسيله، انا حسيله خدمتها في الدار. شوفوا كيفاه طاب المقروط، طاب احمر وهكا سخون، نديروه في الحسيله ونخليه حتى يبرد باه نقلعو. وتكم الحسيله اللي دايرتها في الدار، ولا شريتوها وكانت ثقيله زيدوا لها شويه تاع مزهر، خفوها شويه. اني زدت ثاني مقله تاع المقروط. شوفوا الحسيله اللي انا خدمتها انايا في الدار، وندير المقروط وهو سخون ونخليه حتى يشرب مليح، ومن بعد نديرو في الكيسات. وهنا بعد ما برد وشرب الحسيله تاعو سوا درتو في الكيسات، وهذا هو شكله النهائي. دوك نقسم معكم الحبه، شوف كيف خرج. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه تاع اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.